بعد ما انتهت الحلقة الخامسة بالصدمة الكبيرة، فريدة تصعد ورا حمدية للسطح، وحمدية وسعدي قاعدين وحدهم فوق. شنو راح يصير وشلون راح تتعامل فريدة ويا هاي الفضيحة ومصايب حمدية اللي ما تخلص؟ قبل ما نفوت بتفاصيل المسلسل اللي بهاي الحلقة، اكو مفاجآت ومصايب وطراقيع. حط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس على مود يوصل لك كل جديد. بعد ما شافتهم فريدة تركض على سعدي وتقول له: ولك ايش سويت بالبنيه؟ ولك ايش سويت لها للبنيه؟ ولك احكي ايش سويت لها؟ ويرد سعدي يقول لها: اقول لك لا تطوليها وتعرضيها، بعدين والله ما سويت لها شيء، اصلا كنت نايم هنا وهي اجت وصعدت وتحارشت بي. يا الهي ما هذا! سعدي يقول هي تحرشت بي، يعني بوقت الجد الرجال مو قدها ويتخلى عن اللي يحبها بكل سهوله، ولا شنو يشمر التهمه عليه. وفريده هنا تباوع الحمديه بنظره الخذلان وكسر الثقة والانهيار، وترجع فريدة تباوع السعدي وتقول له: يمه الله يرضى عليك، بعدها صغيرة وكل شي ما تفتهم، استر علينا الله يستر عليك، جايين نشتغل هنا ونطلع رزقنا بالحلال، عوف البنية لا تكسر بيها. وهنا سعدي يقول لها: يلا اخذي بنتك ونزلي، ولا كأنه هو اللي بالبداية اتحرش بيها وخلاها تتعلق بيه، وبكل عين صنفة يحكي هالكلام. وسعدي هنا يترك فريدة وحمدية وينزل، وفريدة هنا تحير تسوي. وفريدة تباوع الحمدية وتقولها: ألف الحمد لله، الله ستر، ألف الحمد لله. وتقول الحمدية: الله لا يوفقك، لك شلون تخليني أشوفك بهالمنظر؟ هاي جزاء تربيتي وتعبي، لك شلون تبيعين نفسك هيك وترخصيها؟ شلون؟ وتتحلف بيها وتقول لها: دواك بالبيت امشي، وتجر حمدية وتقولها: مسح دموعك يا وسخة. كلمات فريدة هنا ثقيلة لكن مستحقة الحمدية لأنها طفلة وما تعرف اللي جاي تسوي. وأنا بنظري سعدي ما يستاهل أحد يضحي له، لأن هو من أول اختبار ضحى بحمدية. وهنا فجأة سعدي يرجع لفريدة وحمدية ويقول لهم: والله إذا تحكين لأحد إلا أقولهم هي بنتها اللي تحارشت بيه وكانت متفقة ويا أمها وخلتها تصعد لي. وهنا فريدة تباوع الحمدية وتحس بخذلان وكسر للكبرياء وإذلال. وفريدة ترد وتباوع السعدي وتقول له: لا يمه لا، ما نحكي، أنا أصلا أريد أقول لك لا تجيب طاري لأحد، وحمدية بعد ما توصل لبيتكم أبد. وهنا سعدي بعد ما طمن من فريدة إنه ما راح تحكي، قال لها: والله أنا أحب حمدية ولا تخافين عليها مني، لوتي الله يسلمه يضمن روحه وبعدها يريد اللي يريده. وهنا تبين إنه سعدي أناني ويبحث عن رغبته فقط. وهنا فريدة تشر الملابس وتبكي، وحمدية تبكي، والوضع مو تمام كلش. وبالطريق رجعتهم فريدة تقول الحمدية: سمع لك بعد وياي للشغل ما ترحين، وإذا خالج سأل أقلها إيده طويلة وباقت من بيت أم سعدي، وخالج بهاي الحالة ما راح يناقشني، يلا امشي يا طايحة الحظ، طايحة الحظ ونص، وياك الحق يا فريدة. هنا كريم يفوت للبيت وهو يبكي لأن جهال المنطقة ما يخلونه يلعب وياهم طوبة. والخال يقول له: شبيك؟ وكريم يحكي له اللي صار، والخال يقول له: لا يلعبونك يطبهم مرض. وهنا حمدية تقعد بصف كريم ويبكون، الأول مسوي مصيبة والثاني زعلان لأن ما يلعبونه طوبة. وبعدها فريدة صبت الغداء وحمدية ما قعدت وياهم، والخال يقول لها: حمدية ما تجي تتغدى، وفريدة تقول له: ربها مرض عساها ما أكلت. والخال يقول لها: ليش بيها؟ وهنا فريدة تقول له: اليوم حمدية باقت غرض من بيت أم سعدي. وهنا الخال يقول له: هاي جزاتها تبوقين من بيت العالم، تردين تنزلين راسنا. وهنا فريدة تلزمه وتقول له: أنا طيحت حظها وبعد ما تعيدها وبعد ما تطلع من البيت أبد، وهاي ظلت هنا مثل الكلبة. وبعدها صار الليل وحمدية نايمة على السطح، وتقوم تريد تحكي ويا فريدة وتصيح لها يمه، وفريدة تسمع وتطنش وتفتر على الصفحة الثانية. وحمدية هنا تأيس وترجع تنام. وبعد ما حمدية رجعت نامت، هنا فريدة تقعد وتقعد فاضل وتصيح له اقعد، ويقول لها: شك وش بيك؟ وتسأله شنو سويت على سالفة التحاليل. والخال مغلس عن الموضوع. فريدة تقول له: أنا كل شيء أتحمل حتى بدون جهال، بس ما أتحمل موضوعك إلا مبالاة، جبت لك عيادة وببلاش وأنت مغلس، وباكر آخر شانس إلك، لو تروح لو أنت ما تريد مني جهال. وهنا الخال يعوفها وينام. ويوم ثاني كريم يريد يروح للمدرسة ويقول للفريدة: البارحة المعلم ضربني بالمسطرة والطلاب
الطلاب يضحكون علي. وفريدة تقول له ليش ضربه؟ يقول لها لأن ماخذ 0 بالإملاء. وفريدة تقول له ليش أخذ ال0؟ ليش ما تقرأ؟ ويقول لها ليش أكو أحد يقريني؟ شو كلكم ما تعرفون لا تقرون ولا تكتبون. وفريدة تقول له والله ذليتنا يا أمي. وكريم يقول لها أنا راح أبطل ابن المدرسة. وفريدة تقول له إيه على مود خالك كريم يمسح بيك القاع، ولو خالك ما بي فايدة، بس وين الأكل؟ وصبوا الأكل وصبوا الغداء مو بالله. وكريم يقول لها إلا أقول للخالي. وفريدة تقول له لا ولك ترى أقول له ماخذ 0. وكريم يقول لها لا عافية. وفريدة تقول له لعد اسكت. وبعدها فريدة تقول لو صار عندي طفل معقولة راح أحبه أكثر من كريم وذيك المسخمة الوجه. وبعدها الخال يرجع وفريدة تسأله إقبال حمدية وتقول له ها بشر شنو صار وياك؟ ويقول لها بعد كم يوم تطلع الفحوصات. وفريدة تظل تلح وياه تقول له يعني شنو؟ قالها لا تلحين. وصعد الخال ضايق. وفريدة هنا تدعي إنه الله يرزقها بطفل يملي حضنها إقبال حمدية، وحمدية تسمع الدعاء. وهنا حمدية تقول إذا صار عندهم طفل يمكن بعد ما يحبونا لا أني ولا كريم، زين احنا وين راح نروح؟ هنا حمدية نايمة وتقول شلون هيك أني محبوسة وما أقدر أطلع، وإذا ظل هيك حالي شلون راح أقدر أشوف سعدي؟ وشلون أقنع مرت خالي وهي حكي ما تحكي وياي؟ وبعد يوم حمدية قاعد تغسل الملابس وتجي فريدة جاية من الشغل وجايبة وياها الجدورة مال أكل. وحمدية تصيح لها يمه هاي الجدورة البيت أمراضي. هنا حمدية تريد تعرف الجدورة المن. مرت الأيام وحمدية محبوسة بالبيت والوحدة كاتلتها وتحس نفسها وحيدة والدموع ما تفارقها أبد. وبعد مرور شهرين حمدية تغسل الملابس بالمطبخ، ولازم بهالوقت حمدية تخطى السعدي لأن مدة شهرين مو قليلة. وتيجي فريدة تريد تصب الغداء وتحضر المواعين وحمدية تباوع لها. وفريدة خلال هاي الشهرين ما حاكي كلمة وحدة ويا حمدية، وأنا بنظري إنه حمدية تستحق هاي المعاملة. وهنا حمدية تكمل الملابس وتروح لغرفتها. وهنا كريم يقولها حمدية تعاي اكلي. وحمدية تقول له ما أريد آكل مو جوعانة. وكريم يقول الفريدة إيش بيها حمدية ليش ما تاكل؟ وهي تموت على الأكل والبرياني. وهنا فريدة تقول له عوفها خلي تولي عساها ما أكلت. فريدة هنا تستخدم أسلوب الضغط النفسي على حمدية. وحمدية قاعدة بالزاوية تنوح وتبكي. عشنو تبكين؟ على سعدي اللي هدد أمك وقبالك ويقول عليك أنت تحرشتي بيه؟ ليش دائما البنات هن الضحية؟ هنا فريدة تحوس وتصيح فاضل تقول له أريدك بشغلة. ويجي فاضل للغرفة وتقول له صار لك كم شهر من سويت التحاليل؟ معقولة ما رحت ولا هم دزوا لك خبر؟ وسألت أني ناس وقالوا النتيجة ما تطول هالقد، ليش ما جاي تحكي؟ وفريدة هنا تعصب على فاضل وفاضل ينهار ويبكي ويقولها المشكلة طلعت بيا مو بيج. وفريدة تبقى مصدومة وفاضل يقولها بعد لا تحلمين بجاهل مني. ولحظة ما يقول لها أنا بعد ما أريد أجبرك تبقين وياي. فورا فريدة تسكته وتقول له أنا راضية بقسمتي، أنت رجلي وأبو بيتي وما أبدلك لا بطفل ولا بكنوز الدنيا كلها. وبعدها الخال يترك فريدة وفريدة تنهار بالبكي وتيجي حمدية وكريم يركضون عليها. وهنا ينعاد علينا مشهد لما فريدة طلبت من الخال يسوي فحوصات قبل 4 سنوات وإجت حمدية وكريم ويقولوا لها إحنا جهالك. وهنا حمدية وكريم يشبقون فريدة ويبكون وياها. وفريدة تقولهم أنتوا جهالي وعوض رب العالمين إلي. وحمدية هنا تقول هسه يلا ارتاحيت لما أمي حضنتني وتنسى اللي صار وترضى علي. وبالليل فريدة تيجي الحمدية وتقولها أني لما منحتك من الشغل أني سويت هذا لمصلحتك ولك هذا يضحك عليك، ولا هو من ثوبنا ولا احنا من ثوبهم، والرياجيل كلهم نفس الشكل ياخذون من البنية اللي يردوه بحجة الحب وبعدين يشمروها. وانت بعدك طفلة بعدين تعاي فهميني انت شلون تسوين هي السوالف ولو صاير بي شي شلون نخلص من العالم. سمعي حمدية أريدك تعاهديني بعد ما تتكرر هالعملة لا وياه ولا ويا غيره. وهنا حمدية تقولها ليش هو أنا عندي غيره؟ وفريدة هنا تنفجر وتقولها يعني شنو؟ وحمدية تقولها أنا أحب السعدي. وفريدة تقولها ولك أنت إيش عرفك بالحب؟ منو علمك على هاي السوالف؟ بنت الكلب تردين تفضحيني تردين تخزيني بين العالم، عقلي وستري علي. حمدية أنا تدرين ما عندي خلفة واعتبرتكم
خاطركم انتم جهالي وربيتكم وتعبت عليكم واهتميت بيكم اكثر من مرتبوكم، واذا تبقين هيج اخاف لا تسوي لي مصيبه وتنشمر براسي، وفوق الزين اللي سويناه نطلع احنا اهل الشين. اذا ما عقلتي راح اقول لخالد، وخالد هو يرجعكم لابوكم، فعقلي وصيري حبابه واللي بينك وبين سعدي تنسي. وحمديه تقول لها والله بعد ما اعيدها، بس رجعيني وياك للشغل لان مليت من قعده البيت. وفريده ترفض الفكره وتقول لها لو يبقى اخر يوم بعمري ما راح ارجعك للشغل. وقبل النوم حمديه على السطح تقول بعد ما اتحمل ما اشوف سعدي، لازم اشوفه. وبعدها بيوم ثاني حمديه تقرر تروح تشوف سعدي بدون ما تدري فريده. وتروح حمديه لبيت ام سعدي وتدق الباب، ويطلع سعدي ويقول لها ها شكو بيك شو جايه وحدك؟ دفوتي امي وحدها بالبيت يمكن تريدك تساعديها. وحمديه تقول له انا انهزمت من البيت فدوه وجايه على مودك سعدي. ويقول لها شنو قصدك؟ وتقول له تعرف قصدي. وفجاه ام سعدي تصيح على سعدي تقول له منو بالباب؟ وسعدي يقول لها يمه هذا ابراهيم صديقي. ويرجع يقول لحمديه ايش تردين مني اسوي؟ وتقول له ما اعرف، انا رايدتك وطلعت من بيت اهلي واذا ارجع البيت اهلي يذبحوني. وسعدي يقول لها ليش ايش سويتي على مود يذبحوك؟ سعدي يسكتها ويقول لها كافي كافي روح انتظريني براس الشارع لحد ما ابدل واجي. فريده ترجع للبيت وكريم يقول لها حمديه ماكو. وفريده تصرخ بصوت عالي وتقول شردت. هنا حمديه فوق النص ساعه تنتظر سعدي وسعدي ماكو. وبعدها اجى سعدي ويقول لحمديه ايش تردين مني؟ وترد عليه حمديه وتقول له اريدك تاخذني. ويقول لها وين اخذك؟ حتى مكان ما عندي. وتقول له ما اعرف بس انا ما اقدر ارجع بعد لاهلي. سعدي يقول لها صح انا احبك بس مو معناها ننهزم سويه، وقولي انهزمنا وين نروح وشلون نعيش. بس حمديه مصره تقول له وين ما تريد اروح وياك. عباله سعدي زل موقدها. هنا سعدي يقول لها شوفي راح اوصلك البيت اهلك واندل بيتكم على مود كل فتره بفتره اشوفك بمكان ونختل بيه. وهنا مبين سعدي يريد ياخذ اللي يريده. حمديه تسال سعدي تحبني؟ ويقولها والله اموت عليك. ما تعرف سعدي يحبها ما يحبها، يستغلها ما يستغلها، يمكن الولد بيه انفصام بالشخصيه. وهنا فريده تقول شكو قاعد انتظر بالبيت، خلي البس عبايتي واطلع. وبهاللحظه حمديه وسعدي قريبين كلش على البيت، وفريده تلبس عبايتها وتريد تطلع ويا ساتر استر. وهنا تنتهي الحلقه السادسه من مسلسل حمديه.